لو انت لعيب هاندبول تتمرن في الجيم ازاي؟ يلا بينا. اول حاجه هنقسم السنه بتاعتنا لبري سيزون واوف سيزون وان سيزون. كل فتره من دي بتختلف التمرينات بتاعتها. لازم تعرف ان لاعب الهاندبول لازم يركز على النفس بتاعه، في نفس الوقت لازم يركز على قوته البدنيه. بمعنى كده ان احنا لازم نركز على حاجه اسمها الايروبيك باور. طب يعني ايه ايروبيك باور؟ دي بتمثل اعلى قدر من الاكسجين ممكن الجسم يستخدمه في وقت معين اثناء اقصى شده للتمرين. مجرد وصولك لاعلى شده من التمرين بعد كده جسمك مش هيزود استيعابه لكم اكبر من اللي دخلته. عشان كده لازم تحسن من نفسك وتزود الفوليوم بتاع الاكسجين انتاج بتاعك، وده هيتم عن طريق اول حاجه انك تستخدم نظام الانترفلز. بمعنى مثلا تطلع على التريدميل تعمل دقيقه على سرعه خفيفه او متوسطه ودقيقه على سرعه عاليه جدا. الطريقه دي فعاله جدا عشان تحسن من الايروبيك باور. تاني حاجه بقى ما تنساش القوه البدنيه. تمارين الحديد يعني هتتمرن ازاي؟ هتتمرن الحركات اللي بتعملها في الملعب اللي هي نوع من انواع الفانكشنال تريننج.